بس حبايبي هنعمله مع بعض صينية كيكة كده جميلة وخفيفة. ب2 بيضة وكوباية سكر وربع كوباية زيت. دي طبعا 2 بيضة وهعملها كده في الكبة كده ايه كلها مع بعضها، معاهم كوباية سكر ورشة فانيليا. هضربهم كده وبعد كده احط الفانيليا. كيكة جميلة اوي وطعمها طلع تحفة. عاملاها بالموز جميلة جدا يعني. هضرب طبعا البيض مع السكر وبعد كده احط ربع كوباية زيت. هضربهم برضه ضربة كويسة وبعد كده احط موزية. ومعاهم كوباية لبن. بس كده حبيبي الخليط خلاص كده. احط دقيق احط معاهم معلقة الاول خل مع الخليط، والدقيق احط معاه بيكنج باودر ورشة ملح. والدقيق انا مش هحطه كله، هسيب منه معلقتين هقول لكم برضو اعمل بيهم ايه. بس حبيبي الخليط كده مش تقيل ومش خفيف. الصينية كبيرة وحاطة 3 كوباية دقيق. بس انا بحط معلقة كاكاو كبيرة مع حبة الدقيق اللي انا سايباهم. انا سايبه بتاع معلقتين كده دقيق وحطيت معاهم معلقة كاكاو كبيرة. واحط برضو موزة وحبة وربع كوباية مية. بس حبيبي بعد ما ضربتهم طبعا انا خففتها بالمية واحط الخليط كده بطريقة كده عشوائية عادية خالص. وهنا قلبتها بمعلقة العسل. طلعت جميلة وخفيفة وطعمها تحفة صراحة. يعني بنعمله ساعات كتيرة كيكة من غير بيض وده، بس دي يعني قلت ايه ادلعها شوية. والموز عمل فيها طعم جميل جدا. الموز كتير طبعا في السوق ومش غالي يعني. بس حبيبي في الفرن. ايه رأيكم؟ طبعا بعد ما طلعت انا المفروض برضو اسيبها تبرد، بس هنا هوريها لكم عشان هي طبعا ريحتها جامدة فمش هيسيبوها يعني. بس حبيبي جميلة جدا. مفرغة من جوه وحلوة. حط على بقى اي صوص بقى يعجبك. ده صوص توت، صوص بقى اللي يعجبك، صوص شوكولاتة، صوص توت، اي صوص بقى يعجبك ومن غير حاجة هتبقى برضو جميلة. بألف هنا وشفا والسلام عليكم ورحمة الله.